رجعنا لكم تاني ومعاه كابتن مصر ونادي الزمالك والاعلامي الكبير كابتن خالد الغندور. كنا بنتكلم على عصام الحضري، طبعا احنا هنتكلم على تصفيات او بطوله افريقيا ابطال الدوري، بس خلينا نتكلم على عصام الحضري. كنت بتقول انك كنت بتراهن ان هو هيرجع، كنت قايل الكلام ده. قال الكلام ده من على اساس معلومات يعني، ولا على اساس انت عارف العاده بتاعت المدربين او عارف لا عصام الحضري؟ بص يعني خلينا منطقيين. يعني حصل كذا مشكله من كذا لاعب قبل كده على موضوع عصام الحضري. مشكلته ان هو كان عايز يلعب ماتش شيلي، فاكر؟ في اسبانيا طبعا غير مقبول اللي هو بيعمله كده. خد عقابه خلاص، الغدا بتاع السفير تقريبا. خد عقابه خلاص، خد عقابه وتوقف ماتشين ثلاثه. عصام الحضري مهم جدا يعني عشان نكون حاليا ولا على طول؟ على طول يعني. لا يعني في المرحله دي مهم جدا. شريف اكرامي طور مستواه بطريقه كبيره جدا، لكن انا بقول ان عصام الحضري في المرحله النهائيه مهم جدا. انت شفت عصام الحضري امتى اخر ماتش؟ يعني هل متابع؟ يعني الناس متابعه؟ كان بيلعب مع المريخ. انا عارف بيلعب وعنده ماتش مع الهلال قريب، بس هل هو عصام الحضري هو الفتره اللي فاتت؟ بص ما نقدرش حازم يعني انت تجيبه برضه تلعبه ماتش زي ده؟ طبعا. افرض عمل غلطه مثلا هيشيل هو اللي عصام على فكره مع يعني مش عايز اقول ما عندوش دم يعني ايه بارد. بارد يعني انت عارف الحراس المرمى بيبقوا باردين شويه وما بيفرقش. وعصام الحضري من النوعيه دي، وبعد كده ده اكتسب كميه من الخبرات. يعني النادي الاهلي بقاله فتره بيكسب بطوله افريقيا بايه؟ الخبرات يا حازم. يعني لعيبه خبرات. ابو تريكه يعمل لك كوره، فاهم قصدي؟ وائل جمعه، يعني وائل جمعه بيلعب بايه دلوقتي؟ بيلعب بالخبرات. صح. فالخبرات مهمه بس جدا. في ناس يقول لك يا خالد يعني اللي بيلعب انت لعبت كل التصفيات، تيجي في الاخر المهمه تروح مقعده جايب واحد قاعد في بيته. يعني انت كلاعب كوره، انت كلاعب كوره شايفها ايه لو انت اللي بتلعب كده واجي واحد مكانك؟ في حاجه اللي هكسب بيه هلعب بيه. اللي كمدرب بقى، كمدرب دلوقتي مفيش حاجه اسمها كان بيعمل وكان مش. في مدربين يقول لك انا اللعيب ده لعبت بيه. وانا يعني مثلا ارسن فينجر مره عملها في كاس انجلترا، فاكر انت؟ كان بيلعب بالسكند تيم في كاس انجلترا، وصل فاينل، قال لك لا هم دول اللي وصلوا، انا هكمل، وخسر الفاينل من تشيلسي يعني. فقال لك لا دول اللي لعبوا وتعبوا. بس انا عايز اقول لك حاجه، معظم مدربين في الكؤوس بيلعبوا الفريق الثاني. بس انا قصدي لما بيوصلوا بقى للمراحل النهائيه بيلعب. في برشلونه كان بيلعبوا الحارس الثاني على طول في الكاس، وحتى ما وصل النهائي ضد ريال مدريد لعب بالكاس. بس الفرقه كلها كانت اساسيين معاه بالظبط. بس لكن انا بتكلم كنوع مدربين بيقول لك ادي فرصه للي خد بقى. طب هقول لك حاجه يعني بصراحه يعني انت شايف ان عصام الحضري مش هو اللي يلعب؟ عصام الحضري يعني شريف اكرامي بيكتسب خبرات. طب عبد واحد فين في الكلام ده يا خالد؟ يعني عصام الحضري بعد، المفروض يبقى عبد واحد اللي يركب. ده عبد واحد ما راحش المعسكر اللي فات، وكان مسعد عوض اللي هو بقاله. بص في لعيبه يعني انت برضه هقول لك حاجه، انا بقول لك في لعيبه. الماتش اللي فات انت قاعد احتياطي صبحي، طبعا مع احترامنا صبحي كويس جدا، بس بقاله 3 شهور ما بيلعبش. ومسعد عوض يعني مع واحد الماتش اللي فات اعتذر. لا كان معاهم هناك وقال لك انا ضلع وجاني وبعد كده لعب ماتش الزمالك بعديها. بس هو كان فعلا ضلع. لا هو كان هيلعب الماتش ده يقال، واصيب في ضلعه ومشي، ما لعبوش بقى بعد كده تاني. هو تعور والدوري وقف، كان المفروض هيلعبوا الدوري. لا هو ما كانش هيلعب، هو كان شريف اللي هيلعب. الله اعلم يعني. لا هو لعب الماتش اللي هو هنا زيمبابوي هنا. وكان هيلعب التاني هنا. بعد كده شريف زي ما بيقولوا في الكوره ركب، يعني خلاص يعني ركب وفرقه كسبت. فالماتش اللي بعديه يعني هو رفض يجي ولا هو؟ لا هو فعلا كان متعور وكده. بس هو ممكن عبد واحد خلاص يعني يقول انا في سني دوت خلاص الجزء الفتره اللي جايه هو ما بيلعبنيش، ما يعتمدش عليا. طب ما هقول لك حاجه، فين احمد الشناوي؟ بس الشناوي مختفي وبعدين ما بيلعبش في الوقت، يعني مفيش دوري ولا حاجه. برضه ما كان طالعه جامده يعني. صح. فاهم قصدي؟ فانا عصام الحضري وجوده مهم جدا جدا في المرحله دي يعني بصراحه. طيب خلينا برضو محمد صلاح دلوقتي. يعني محمد صلاح نجم مصر حاليا. انا بشوف صراحه اللعيب الوحيد اللي في مصر بيلعب زي اوروبا، يعني بيلعب زي لعيبه اوروبا، بيستلم من قدام على طول من ورا الدفاع، مش عايز الكوره في رجله، عايز الكوره لقدام، سريع جدا، ما بيمسكش الكوره في رجله كتير. صلاح في الماتشين النهائيين دول هيبقى ليه يعني هو هداف تصويت ب6 جوان. اتمنى. بس انا عايز اقول حاجه واللعيب الكوره يفهم كويس. محمد صلاح الماتشين اللي فاتوا الشوط الاول في الماتش يعني مستواه مش هو محمد بتاع الاول. يعني محمد كويس. في الماتش اللي فات ده جاب جون، بس طول الماتش برضو مش محمد. عارف يعني مش محمد ماتش زيمبابوي هناك. فاهم قصدي؟ بيظهر على فترات وبتلاقيه في وقت بيختفي فترات كبيره. في الماتشات المصريه دي احنا عايزين محمد صلاح يكون متواجد طول ال90 دقيقه. خصوصا يا حازم انا بقولها لك، الوصول للمرحله دي بيكون حلم كل بلد وكل مدير فني وكل لاعب، هو الوصول للبرازيل وكأس العالم.
سواء غانا سواء مصر سواء نيجيريا بالظبط كده، سواء جزائر سواء كوت ديفوار، اي فرقه واي لاعب واي مدير فني واي صحفي واي بلد عايزه توصل كاس عالم. فانت زي ما انت ليك حلم اللي قدامك ليه حلم. لكن مشكلتنا ان احنا عندنا مشاكل كتيره جدا. عندنا لعيبه ما عندهاش فورمه المباريات. ولازم احنا كنا انا وانت لعيبه كوره يا حازم. انا عايز ارجع لك في النقطه دي، بس كمل النقطه وهرجع لك فيها فورمه المباريات. انا وانت كنا لعيبه كوره. في فرق بين لاعب يلعب 20 ماتش ودي ولاعب يلعب 3 ماتشات رسميين. لان يعني ايه ضغط عصبي؟ يعني ايه تلعب ضد 100,000 متفرج؟ يعني ايه تكون داخل على ضربه جزاء بتحدد مصير بلد ووصول كاس عالم؟ انا كنت مشفق على الاردن هم داخلين في اوزبكستان، كل واحد بيخش قلبك بيبقى عامل ازاي يا حازم وانت داخل. انت حازم دخلت في ماتش في 98 مع كابتن جوهري في كوت ديفوار، كنت داخل عامل ازاي وانت بتتحمل مسؤوليه شعب، مسؤوليه بلد في رجلك. حطيتها صعدنا، ما حطيتهاش خرجنا. فبالتالي يا جماعه مفيش ضغوط عصبيه للعيبه، اللعيبه بتلعب مع فرق درجه ثانيه، بتلعب تقسيمه اساسيه. طب انت اسودتها كده، مفيش دوري هنعمل ايه؟ طيب لا انا بقول مفيش دوري هيلحق برضه تلعب قبل الماتشين دول. ما انا عارف لازم يكون في معسكر محترم، معسكر قوي جدا، اللعيبه كلها تتجمع، مفيش بقى اصل لو الزمالك والاهلي لسه بيلعبوا يا حازم لاعب الزمالك والاهلي مهم. بس انا بقول لك يعني انت رايك ايه لو مثلا الزمالك والاهلي لسه ستيل في البطوله؟ نتمنى مع ان على ارض الواقع صعب الفرقتين يصعدوا. يعني فرقه منهم هتصعد. يعني على ارض الواقع صعب. هنرجع للزمالك والاهلي كمان شويه. لكن انا بتكلم في نقطه ان اهم حاجه دلوقتي المنتخب. اهم حاجه، كنا بقالنا سنتين ما بنوصلش او 3 سنين ما بنوصلش بطوله افريقيا، فقعدنا نقول ايه يا عم احنا خدناها 6 مرات، يا عم احنا خدناها 2006 2008 2000 مش مهم. زي اهم حاجه عندنا كاس عالم. ادينا وصلنا لكاس عالم وادينا وصلنا المرحله النهائيه. فلازم يكون فيه اهتمام من البلد من الدوله. انا عارف ان احنا في ظروف صعبه، بس لازم الدوله يعني تسهل كل الامور. نلعب في برج العرب او استاد القاهره، نلعب تحدد 50,000 متفرج. طب عايز اقول لك حاجه، الاهلي لعب ضد ترجي صح؟ الاهلي لعب ضد ترجي، عملوا له كام 20,000. طب لما يكون منتخب مصر ومفيش حاجه عصبيه، يعني احنا دلوقتي كلنا ومفيش اهلي ضد زمالك او زمالك ضد اسماعيلي او التراس او التراس او التراس، لا ده في كل الناس مجتمع على شيء واحد، ان احنا نوصل كاس عالم. انت شايف ان الطبيعي ان يتلعب ماتش في مصر وبجمهور حتى لو محدد الفئه؟ انت الماتش الاولاني يوم ايه بالظبط يا حازم؟ عايزين نعرف بس انا في واحد متهيألي في 10 في 10 وماتش تاني في 11 مش عارف 15 10 15 10 النهارده كام؟ الثاني في اول 11 النهارده 12. يعني احنا قدامنا بالظبط 33 يوم. يعني هو من 10 ل 15 بتختار يوم، ومن 11 ومن 15 ل 19 نوفمبر بتختار يوم. لا هو 17 لان انا فاكر ان انت بقى حسب ما بتختار. انت اقول لك حاجه، لان انا فاكر ان هم قالوا ان اخر يوم لوصول اي فرقه لكاس العالم هو يوم 17 11، وكنا احنا لعبنا يوم الاربع 17 11 ضد الجزائر هنا، وبعد كده اما تعادلنا في كل حاجه ادوها اليوم لعبنا لحد سوري، وبعد كده ادوها اليوم الاربع 3 ايام بس ورحنا. نتمنى يا رب التوفيق ويكون في تركيز ومعسكر ونلعب بره ونلعب في اجواء مشابهه ونختار فرقتين نلعبهم. في مشكله ان مفيش فيه فداي، الاهلي والزمالك يسهلوا الوضع. عايز اكلمك في موضوع خد فورمه اللاعبين دلوقتي. احنا كمحللين او كنقاد او كلعيبه بتيجي تقول مثلا ده مش كويس او ده كويس. طب هو هيلعب ازاي كويس وانت زي ما بتقول مفيش لا ماتشات؟ حتى الفرق اللي بتلعب دلوقتي في مصر الزمالك والاهلي بيجي يلعب ماتش ودي ما فيش فرقه بتلعب لان كل فرقه واخده اجازات وما حدش بيتمرن. طب انا احكم على اللعيبه ازاي؟ يعني اقول ده كويس ده وحش ده ما غطاش؟ ما هو لازم هغلط في ماتش رسمي عشان ابتدي اركز في الماتش اللي بعده. لكن طب حاجه النقد انا بشوفه قوي جدا مثلا على لعيبه الزمالك والاهلي في بطوله افريقيا، تلاقي مثلا ده ما عندوش فكره ده غلط. طب ما هو يا ابني ما هو لازم هيغلط، ما هو ما بيلعبش كوره. طب اسالك سؤال. لا يعني انت شايف الموضوع ده انا هقولها لك بس اسالك سؤال. بوب رادلي بيختار المجموعه على اساس ايه؟ خبرات سابقه اللي هو كانت عنده من زمان من الفتره اللي فاتت. بوب رادلي مثلا بقاله شهر، في لعيبه جت ما لعبتش، ما بيلعبش خالص خلال الشهر اللي فات. وفي لعيبه هتتضم زي صبحي مثلا، مسعد عوض، الناس ما لعبتش. يعني احنا في مرحله السوليه شافوا فين مثلا؟ بالظبط. يعني السوليه لعب فين؟ اخر حاجه كانت بطوله عربيه. المرحله ان ماشيه الدنيا ماشيه، لكن كل
المفهومه في كره القدم مش موجوده. عكسك تماما، مش موجوده. انت ما عندكش دوري، انت بيتم الاختيارات من خلال الفورمه بتشوفها من خلال اداء اللاعب في الدوري. مش موجوده. طيب انت عندك لاعب لسه مصاب، انا فوجئت ان هو ضم حسني عبد ربه وضم جده، ده لسه مصاب. ده انت في ناديك هتقعد شهرين عقبال ما تلعب ولا شهر ونص. جده اضافه قويه جدا وحسني عبد ربه اضافه رائعه، الاثنين اضافه، ولكن انت ما بتاخدش بالاسم يا حازم، انت بتاخد بالفورمه. يعني انت عندك لاعب السنه اللي فاتت كويس جدا جدا، واحسن لعيب في الوطن العربي مثلا. اوكي. لكن بعد الموسم الجديد مستواه وحش قوي. صح ولا لا؟ صح. طب هو هيعمل ايه خالد؟ ما هو برضه مش شايف هيعمل ايه. ما هو ده هي بيجيب بقى بالسابق. بالظبط. يعني لازم، لان انا بقول لك هي المنظومه نفسها او يعني كل العوامل ما تأديش انك توصل لكاس عالم، بس انت بتوصل سبحان الله. يعني بس انت عندك ربنا مديك انك توصل من غير ما يكون عندك عوامل مساعده. حازم انت عندك اختيارات كتير جدا، انت بتختار 50 لاعب و40 لاعب لعبت مجموعه كتير. انت قلت عاشور الطاقي قبل كده وتمساح وما اعرفش ايه، واللي بيتعور واللي بيخرج واللي بيرجع. عندك قوام اساسي لا احد يختلف على عصام الحضري دلوقتي، على الشريف اكرامي. كنت اتمنى وجود عبد الواحد سيد مثلا. لا اختلاف على وائل جمعه، لا اختلاف على احمد فتحي، لا اختلاف على عبد الشافي، مع ان عبد الشافي بيعتذر كتير جدا جدا الانضمام للمنتخب وعنده مشكله مع برادلي. عنده مشكله مع برادلي، بيحس ان هو دايما اختيار الثاني او الثالث على الرغم من تالقه. انت عايز يلحق نفسه في كاس الاساسي مع احترامي لاحمد شديد. احمد شديد لعيب كويس جدا، بس احمد شديد ما عندوش لسه الخبره انه يلعب ضد دروجبا ويلعب ضد يايا توريه في مواقف تقيله وصعبه. هو لاعب نهائي افريقيا كتير مع الاهلي، بس الوضع مع المنتخب كاس عالم مختلف تماما. فانت عايز محتاج عبد الشافي الموضوع ولا سيد معوض؟ عبد الشافي او سيد معوض لو فورمه. سيد معوض اكثر واحد فيهم خبره يعني. وعبد الشافي بس عبد الشافي جامد جدا، انا ما اعرفش ازاي الراجل ما بيلعبوش خالص يعني. دي نمره 2. عندك لا يختلف حسام غالي. حسام غالي على فكره لو انت جبت الجون اللي جابه، لعيب تقيل قوي. انت عارف وهو بيلف حازم بيعملها كده وعملها كده، مفيش حد وهو بيلف يعملها كده. يعني هو متدايله كده. لا بيعملها يعني هو بيعملها كده عشان يجيبها جون، بيعملها كده عشان يعملها كده. فاهم قصدي؟ ان انت لو جبنا الجون دلوقتي حسام غالي حاجه رائعه جدا. انت بتتكلم على رؤوس حرب. انا سعيد جدا بعوده عمرو زكي. عمرو زكي اضافه قويه جدا، نتمنى انه يرجع الفورمه. شايف ان عمرو لسه كنت سايق الموضوع، عمرو زكي الماتش ده كويس هيكمل عشان هو عايز يكمل، ولا الموضوع ده ماتش بص عمرو شخصيته برضه مختلفه شويه. وعمرو انا عارف ان هو جعان كوره وعايز يبين ان هو كويس وملتزم، فهو دلوقتي ماشي في السكه دي. هو في مرحله اللي هو لا انا لسه موجود، انا ما ملتزم. بص ابتدت الناس تتكلم، انا بقول لك منتهى الصراحه نتكلم بصراحه. جاب ناس تتكلم الفتره الاخيره عماد وعمرو خلاص بعدوا، وعماد متعب وعمرو هم اللي كانوا احسن 2 راس حربه. دلوقتي خلاص ودول مرحله وانتهت. ده في كلام عماد عليه ان هو بعد الاصابات الكتيره والبعد السنتين ان هو يرجع يقول لا انا لسه موجود. فاهم قصدي؟ اهو بص اللمه يا حسام، هو لما حاجه ولا نزلت نطت؟ لا حازم انت لما يعني انت تعال نشوفها تاني يا حازم. انا متهيألي انه لا يعني شيف رجع لنا تاني نرجعها الشيف. عمرو جعان كوره، فلازم هو يثبت. عشان كده الجون اللي جابه هو جون جابه مش مؤثر. بس بص يا حازم، بص انا عايزك طبعا هو عملها افتكرتها نزلت في الارض يعني، مش هو اللي خدها لنفسه. تعال نشوفها. الجون ده اوفسايد ولا ايه؟ بص يا حازم، اهي لمت اهي، لما بالرجل ما نزلتش على الارض. حازم انا مش شايف، بس لا يمكن تنزل يعني. اصل هي بص الدماغ لا يمكن تنزل على الارض لا هي كوره نزلت على الارض عادي. لا ده لمها هو خدها لنفسه. او بص ارجع تاني، ارجع شوف معلش، ارجع تاني. الكوره لا يمكن تنزل، هي نازله قدام اللاعب. قدام اللاعب حازم، فهو راح واخدها. بص اهي وهو كده راح واخدها من فوق اللاعب كده. بص اللمه اوكي لما اهي حلو قوي لمها وراح حاططها بيمين. لو اي لعيب مش هيلم اللمه دي حازم، ده لو راس حرب مش هيعملها، مش حد يعرف يعمل حركه. حسام غالي حريف، صح. فاهم قصدي؟ حسام جامد جدا، بيقعد يعمل حاجات قبل التمرين كمان، حاجات غريبه جدا في الكوره. وعندك احمد عيد، عندك بس احنا ما عندناش راس حرب يعني. انا كنت بتكلم مع كابتن ضياء من يومين، ما عندناش نمره 9 يعني. دلوقتي عمرو زكي لا عندنا، بس هو راجل مش مقتنع بيه. انا شايف ان احمد عبد الظاهر لعيب كويس جدا مع الاهلي، بيأدي في الاهلي في ماتشات افريقيا كويس، ولازم ياخد. لا انت بتدي ناس كتير قوي. قصدي ان هو اداؤه في افريقيا مع الاهلي يديني يلعب اساسي في تصفيات كاس عالم. يلعب لازم يبقى موجود. بص انت عندك ايه؟ احمد عبد الظاهر ايه ميزته؟ احمد عبد الظاهر لعيب مقاتل، بيحوح على كل كوره، بيضرب. انت عندك شفت راس حربه بيضرب؟ احمد عبد الظاهر من رؤوس الحربه اللي بيضربوا، يعني بيضربوا ويقاوح ويضرب ويزق السردباك وبتاع وما اعرفش، وعنده قدره ان هو يقتنص اهداف جوه ال 18. عندك احمد جعفر، لو عايز احمد جعفر لاعب هجمه، بيعتمد على ان هو
يمسك يباص بس ما عندوش الترنات لانه عنده مخشب شويه في وسطه. لكن عنده سرعات اول خطوتين مش عنده، لكن لو على المدى الطويل بياخد خطوتين 3 بيفتح. بس عنده قدره انه يلعب بدماغه، فده شيء مهم ان انت تلعب اوفرات وبتاع، يكون موجود في مرحله مهمه، في ربع ساعه، في ثلث ساعه، في نص ساعه، ممكن تعتمد عليه. احمد حسن مكي بعيد، مع انه فترات كان هو بالنسبه له اختيار رقم واحد. اهو ده مثلا اهو احمد حسن مكي فيه راح ليبيا. لا ليبيا انت شفته بيلعب ها؟ انت لو خدته هتاخده ليه؟ عشان احمد حسن كان بيلعب في الحرس صح. اللي جاب اجوان. لكن الكلام ده كان من امتى؟ من سنه يعني او من 8 شهور. لكن احمد طبعا لعيب كويس. احمد حسن مكي وصلاح وبتاع الايام دي كان كلهم بيلعبوا الفتره دي. طب يعني انت شايف رقم 9 ده فيه عندنا، بس هو شايف ان القادمون من الخلف احسن بكتير، فبيلعب ب4 دلوقتي. احنا عندنا في مدربين خلال مثلا 45 واحد بيلعبوا ورا راس حربه. ايوه، ما هو عنده يعني هو من المدربين شايف ان زي مثلا ديل بوسكي مثلا، شايف ان عنده اللي ورا اللي في نص الملعب اكتر بكتير، ما بقاش يلعب راس حربه خلاص. قال لك انا مش عايز راس حربه، بلعب بفابريجاس وعندي 50 واحد في نص الملعب. هو دلوقتي هيلعب بالستايل ده، يعني صلاح وابو تريكه وعيد وشيكابالا. على حسب، مش عايز اقعد من دول اروح ملاعبهم راس حربه. على حسب الفريق اللي هيلعبك. طب تعالى اقول لك، احنا لعبنا من غير راس حربه امتى؟ لعبنا من غير راس حربه امام البرازيل في كاس القارات. لعبنا بزيدان ولعبنا بابو تريكه، فاكر؟ لعبنا بلعيبه مفيش راس حربه. بس زيدان يعني راس حربه. لا مش راس حربه. لا ما بيلعبش نص ملعب يعني. لا وبيلعب ورا الاثنين راس حربه متحرك يعني. لكن مش زيدان مش اللي هو بيستلم تحت يعني. ضغط، مش بيطلع بدماغه ويلعب، مش بصندوق. لعيب مراوغ وبتاع. فبالتالي احنا لعبنا بده قدام كاس القارات، بس لعبنا قدام مين؟ قدام برازيل. لعبنا قدام امريكا، مساحاتك امريكا ما شفناش. واخدين 3. فقدام اي فريق بيختلف. انت دلوقتي لعبت ضد غينيا، مع شيكابالا، محمد صلاح، احمد عيد، محمد ابو تريكه، من غير راس حربه. طب انت راس حربه عايز تعتمد على اوفرات، على واحد عنده قدره ان هو يلعب بدماغه، عنده قدره ان هو يستلم تحت ضغط، يكون مفتاح لعب. عايز ده ولا مش عايز، ولا عايز كله يسقط ويستلم؟ حسب هو كمدير على فني. حسب كمان الفريق اللي بس هيلعبك. هو يعني انت شايف ان هو، ما هو النظريه خالد ان انا عندي اللعيب اللي يلعب 9 ولا مش عندي؟ ما هو ممكن فعلا يبقى شايف من وجهه نظره ما عنديش راس حربه يقدر يلعب، فبالتالي العب ب4. انت شايف انه لا؟ للاسف زمان كان عندنا عمرو زكي، أيوة، كان عندنا عماد متعب جاهزين، كان عندنا حتى احمد رؤوف. احمد رؤوف كان مع كابتن حسن شحاته في ليبيا برضه، وكان مع كابتن حسن شحاته. يعني كان انا فاكر في عماد متعب، عمرو زكي، كل دول كانوا جاهزين. وزيدان كان موجود. وزيدان يعني بكلمك على راس حربه في القلب يعني. فلو عمرو زكي جهز وعنده خبرات طبعا. احمد جعفر وجوده مهم. يعني احمد عيد عبد الملك بيفرق. عمرو زكي ده عماد متعب هو عماد. طبعا عماد لعيب كبير ومن افضل رؤوس الحربه اللي بيقف في المكان صح لكن هو بعد بقى له سنتين منطقيا. ابتدى يرجع في جولين 3 مع فرق زي توسكر الكيني بتاع، لكن عايزين عماد يرجع اللي هو عماد متعب اللي احنا عارفينه. النهارده خالد احنا بنتاهل، ولكن مصر الاضعف دفاعا في ال10 فرق كله. اضعف خط دفاع في ال10 فرق هو منتخب مصر، وفي نفس الوقت انجاز ان هم كسبوا كل المباريات. بس ده قوه هجومك يعني. ده لقله برضو دايما احنا شايفين موضوع قلب الدفاع يعني. برضو كابتن ضياء كان بيقول احنا عندنا مشكله في المكان ده. طب اسالك سؤال، انت لعيب كوره، منتخب مصر يبقى 4 ورا ولا 5 في الماتشات اللي في الماتش النهائي؟ ما هي 5 واللي هناك يعني انت بتلعب كوت ديفوار بالرؤوس الحربه، الصراع. كابتن حسن لعبهم ب5. انت تلعب انت كحازم امام بقى وانت راجل بتحلل. اصل هي 5 دلوقتي اختلفت يعني. ايطاليا دلوقتي في ناس يوفنتوس بيلعب ب5، نابولي بيلعب ب5، بس بيلعب ب3 في القلب، والطرفين دول طايرين كانهم منجات يعني. فلازم يبقى عندك دول يعني كويسين عشان تعتمد على 5. مشكلتنا لو تلعب ب5 بليبرو بقى دي حاجه ثانيه. بس احنا مشكلتنا ان احنا بنتاثر بالخارج. فيجي يقول ايه، كل العالم خلاص بيلعب ب4. فاهم يعني ايه؟ فاهم؟ ويبتدي المدربين المصريين يقول لك انا بطور ما اعرفش ايه، مع ان ايه تحب 5 انت شكلك. لا ال5 بتناسب. لا على فكره انا مش انا ممكن ادرب لعيبتي. بس بتناسب يا خالد، بس انت نص الملعب هيتاخد منك، ما الثاني هيلعب ب4 على 3 على اساس ان انت مع الوحوش اللي على اساس ان انت متوقع ان انت هتمسك نص الملعب. لو لعبت سهل عكس سهل عكس، بس على الاقل عدديا انت مع بعض. لكن انت لما تبقى 3 على 4 في واحد زياده في نص الملعب طيارات. طب ولو 2 على 2 معلش هيبقى في نوعا ما تكافؤ شويه. يعني انت بتتكلم على 2 رؤوس يعني حربه. انت من وجهه نظرك سيب له نص الملعب واستناني ورا. حازم انا معلش انا عايز اعرف كمدرب عشان بس هقول لك احللك كمدرب. طب هقول لك حاجه احنا دلوقتي مين السردباكات
اللي عندنا. اولا عشان تلعب 4 لازم الاثنين يكونوا في القلب. صراع جدا جدا جدا. طوال جدا. اقل واحد فيهم يكون سريع يعني. صراع جدا طوال جدا. انا بقول لك مش طوال، عندنا طوال. لا ما عندناش طوال برضو بالصوره اللي هي بالنسبه للعيبه افريقيا يعني. يعني ايه بتجيد ضربات الراس. عندك الباك ليفت والباك رايت عندهم القدره ان هم يغطوا في حاله ان يكون في لاعب اخر، يعني ما بيتقدم الباك رايت الباك ليفت عندك 2 الباك رايت والباك ليفت قصيرين تحت ال 170 سم او 171 سم، ما عندهمش قدره حتى ان هم يلعبوا بدماغهم. ولكن انا هسال سؤال، وائل جمعه كام سنه؟ اسمه ده صلاح سليمان. انا بكلمك بقى على وائل جمعه، صلاح سليمان، محمود فتح الله، سعد الدين سمير، محمد نجيب، كل دول غلطوا. العبد كل دول غلطوا. يعني انت بنقول وائل جمعه قبل كده جاب جوان وغلط في نفسه مع فاكر مع شريف اكرامي مره مع واحد مره. عندك محمد نجيب غلط قبل كده في كذا كوره. عندك صلاح سليمان غلط 3 4 كور. صلاح ما لعبش منتخب خالص. لا بس مع الزمالك. انا بتكلم مع الزمالك. فتح الله غلط 3 4 كور. في غلطات اما بيلعبوا 2 مع بعض. غلطات ما فيش واحد بيغطي يا حازم. طب انت عندك مشكله، انت عندك النوعيه دي، عندك 4 5 لعيبه كويسه جدا، بس هم مش ما عندهمش. حلها ايه من وجهه نظرك؟ اللي يلعب وائل جمعه سيرد باك. صلاح سليمان انا بشوفه ليبرو. يعني بشوفه ممكن يلعب ليبرو احسن من سيرد باك. ولا فتح الله محمود فتح الله ليبرو رسمي. يعني ما بيلعبش سيرد باك، هو بيلعب سيرد باك بس هو ما بيلعبش ليبرو رسمي. انا بقولها لك منتصر، زي ما هاني سعيد كان بيلعب مع كابتن حسن شحاته ليبرو. البرازيل هو اللي انت كنت بتتكلم عليه. هاني سعيد كان بيلعب ليبرو مع حسن شحاته، كان عالمي. هو طول عمره بيلعب ليبرو هاني سعيد. كنا عالميين في غانا 2008 صح ولا لا؟ عالميين. في ناس بتلعب خالد 4 أو 5 بس واحد مقلوب، يعني الليبرو يبقى قدام الاربعه ما يبقاش ورا الاربعه. طب حازم هسألك سؤال، طب انت بتقول لي دلوقتي نص الملعب ومش نص الملعب. طب ما ليه في 2008 ما لعبنا 5 كنا مسيطرين على نص الملعب وكان الدفاع بتاعنا كويس؟ لا انت خلي بالك برضه يا خالد في الماتشات دي، احنا عشان كنا متوترين عشان بنشجع، بس انت ما تشوف الماتش هم كانوا ماسكين نص الملعب، انت بتروح كونتر تجيب جون، كره ثابته تجيب جون وترجع تقف تستنى وتعمل كونتر. لا بس 2008 حازم كنا فنيا واخلاقيا ولياقه بدنيه. أيوة. وكل حاجه كانت عالي جدا. وهاني سعيد كان عالي جدا، كان ياخد الكره على صدره. هاني سعيد كان بيزيد في نص الملعب. ويزيد في نص الملعب وعلى صدره ويعدي وثقه فاهم. لا هي طبعا ليها مميزات وليها عيوب، بس هو يقال دايما ان عيوب 5-3 ان انت يعني نص الملعب ما بيبقاش بالكفاءه واللعيبه دي بتيجي عليك بزياده. كلاعيبه مصر انت متعود عليه اكتر. ال5 بس دلوقتي في لعيبه بقى لنا كام سنه كله بيلعب 4 دلوقتي، مفيش حد في مصر خلاص بيلعب ب5. 900 غلطه انت عمرك. وسبحان الله اول ما مصر كلها بتلعب 4 الناس ترجع تلعب ب5 تاني دلوقتي، يعني كل دلوقتي في فرق كتير كده بتلعب 3-4-3 3-5-2 كله بقى يلعب كده. طب هسألك سؤال، انت دلوقتي هل كان الاهلي والزمالك دول اكبر فرقتين، هل كان بيجي عليهم فرص خطيره وكره في العارضه وانفرادات وبتاع زي دلوقتي؟ لا يعني ايام ال5 كان مش كده. صح. منتخب مصر هل انت بتقول اكتر فريق دخل فيه جوان، هل منتخب مصر لما كان بيلعب 5 كان بيجي فيه جوان بالمنظر ده او بالغلطات دي؟ ما هو منتخب مصر كان بيلعب ساعتها 5 زي الفل. بس كان بيتهاجم وهو بيلعب 5. مش فاكر اياميها برضه حسن شحاته كان بيتهاجم. بس يقول لك يا جزاب بتلعب ب5 ومش عارف ايه، وكان يعلى ماتشاته قدام ب4 بيجي في الرسم يلعب ب5. ده جيل لا يعوض. طبعا. اولا كان الدوري منتظم. عالمي. بص ده عالمي. الدوري منتظم وكان لعيبه صغار في السن. اهتمام الدوله كان بالكوره واهتمام الناس بالكوره، اهم حاجه اهتمام الناس يا خالد. احنا كنا الناس كلها بتتكلم في الكوره، دلوقتي ما بقاش حد يتكلم في الكوره، كله بقى يتكلم في السياسه يعني. صحيح. اختلفت الادوار دلوقتي. انا لو لعيب كوره بصراحه دلوقتي مش هبقى عندي الاحساس ان انا لعيب كوره زي ما كنت بلعب زمان، لان ما فيش حد مهتم بيك. يعني فاكر زمان تلعب ماتش هتلاقي البواب بيكلمك والشارع بيكلمك واصحابك بيكلموا، دلوقتي لما تنزل ممكن كمان تلاقي لجنه ال50 كمان تكلمك. لجنه ال50 ما تخليكش رياضي. عايز اتكلم على لجنه ال50 صحيح يعني، ولا رياضي. لجنه ال50 فيها فنانين، يعني في فنان تشكيلي وفنان زي خالد يوسف دخل. ماشي طبعا بره الموضوع يعني، بس ليه الرياضيين دايما ما عندهمش حاجه في لجنه ال50 دي او في الدستور؟ فاكر اياميها برضه كنا بنتكلم. هل مع ان الرياضي ده انا بحس ان هو اكثر يعني مش انتماء، اكثر تاثيرا على مجتمعه. يعني لما بتنزل الشارع مش يمشي مع لعيب كوره كده هتلاقي الناس طبعا الممثلين طبعا محبوبين وكل حاجه، بس اهتمام اللعيب بجمهوره او جمهوره باللعيب قوي جدا. يا عم احنا مش في موقف دلوقتي غيره او موقف لا بس انت كيان في المجتمع مهم. ايوه مقارنه. الفن مهم والرياضه مهم. فانت ما حطيت فن. انا عايز اسال سؤال،
هو اما يكون في ماتش الاهلي والزمالك او ماتش المنتخب مصر او وصول كاس عالم او فريق بيوصل زي الباسكت او يد او بطوله او كل الحاجات دي، او الرياضي اللي بيمشي في الشارع او تاثيره او القدوه او ابو تريكه كلاعب قدوه، زيدان يعني هل الرياضه دي ملهاش قيمه عند الشعب المصري 90 مليون؟ ملهاش اي قيمه. هي كانت اكتر حاجه في مصر ليها قيمه زمان، فبالتالي انتوا ليه مش عارف بتحبطونا؟ على فكره انا مش فارقه معايا يخشوا ال 50 او يخرجوا من 50، المهم يعملوا لنا دستور محترم وتوافقي، وان في النهايه ان الرياضه تكون ممثله بس بشيء طيب. بشيء طيب، ولكن في النهايه الرياضه ليها قيمه يا جماعه، الرياضه شيء مهم جدا. الرياضه كله. انت خالد معلش، لما جت البطوله الاولمبيه اولمبياد لندن كان مين الايكون الكبير؟ بيكهام هو اللي مسك التورش في الاخر. صحيح. اول يوم ونزل، فده لعيب كوره يعني. اي نعم هي بطوله اولمبيه للرياضات، بس انا قصدي كان دايما الواجهه في اي حاجه يجيب لك بيكهام، لازم في اي ملف مش عارف ايه يجيب لك حد يعني حازم روماريو في مجلس الشعب دلوقتي في برازيل. جورج ويا كان هيبقى رئيس جمهوريه ليبيريا. كل الرياضيين ليهم قيمه في بلادهم. ايتو عامل ازاي وفاتح اكاديميات، ديروجبا عمل مستشفى وشاركوه عامل شغل كبير جدا. نجيب ساويرس لا ما اعرفش، خد جزء من كان يعني في ايه بقى؟ كان عرضوا في كوت ديفوار ان هم يبيعوا تليفونات، مش فاكر شركه معينه كده، فهو خد جزء ان يكون ياخد اسهم منها، والشركه دي جزء منها بيملكه نجيب ساويرس او ليه اسهم فيها كمان، وده عشان يطور من الاقتصاد الكوت ديفواري. مع انه ما عاش في كوت ديفوار مثلا، دروجبا عاش حياته كلها تمام في فرنسا. ايوه يعني. بيحبوا البلد، لكن بيحب البلد، بيشتغل فيها، والبلد بتديهم قيمتهم. ايوه دي قيمه الرياضي يعني. ابو تريكه ازاي على جيال وعلى ناس، يعني لازم الرياضي يبقى له قيمه. انا ما بنلبس فانله منتخب مصر، امتى النشيد بيترفع؟ امتى الناس بتنزل الشوارع وتشيل علم مصر؟ ما عشان الرياضه برضه. خالد خلينا نطلع لتقرير محزن شويه، ولكن هناخده معانا النهارده، هو عن سامح العدوي لاعب كهرباء اسماعيليه اللي توفى في 30/6 ربنا يرحمه في الاجواء دي يعني. ربنا يرحمه. ابو لعيب كان لعيب ليه مستقبل، وكان في اعتقد اللي هم ناشئين بيبسي، وعمل مع الشناوي والناس دي، كان ماشي كويس وهو صغير. انا لسه عارف المعلومه دي على فكره وانا بقى في التقرير. خلينا نشوف التقرير مع والدته بيتكلموا معاه، لان ده واحد كان بيبتدي حياته وفجاه من حيث لا شيء كده، او من حيث لا تدري حصل يعني الموت بتاعه. ربنا يرحمه ان شاء الله. خلينا نشوف التقرير ونرجع نعلق مع بعض. هو كان استشهد يوم 14/8، ده كان يوم فض الاعتصام، وأنا كنت في القاهرة عرفت بالخبر، جيت متأخر بالليل، دفنا الخميس اللي هو يوم 15. أنا بطلب يعني من ربنا سبحانه وتعالى يساعدني إن أنا آخد القصاص، أحس إن في قصاص حصل. سامح كان يوميها راجع من زيارة لأخته ساكنة في دوران رضا، ورجع لنصيبه بقى. رجع لقى المنطقة اللي قدام المحافظة دي منطقة حرب بيحتلها العرب اللي هم جايين مساندين للإخوان. كان من ناصية سندوتشينا والنساجون الشرقيون، ووراهم ورا النساجون الشرقيون وورا سندوتشينا كان العرب محتلين كل النواصي، بيضربوا بالآلي. طبعا ده يعني هم بيحاولوا يرد الجميل لزعيم العصابة بتاعهم اللي ادى عفو كتير منهم وعمل عفو كتير عن الناس مسجونين، وللاسف الشديد ما كانش فيهم واحد مسجون مثلا بتهمه عاديه، يعني كله مخدرات وكله قله ادب. يعني انا بس عايز اشكر برضو نادي كهرباء اسماعيليه، الزونه وجمعه الزونه، وعايزين يعملوا حاجه يعني. اما نادي القناه فللاسف الشديد سامح من موسم 97 10 سنه في نادي القناه،
لدرجه ان هو كان بيعتز بلبسه بتاع نادي القناه، ويمكن حطه في دولابه، يعني مش كانش عايز يفرط فيه للاسف الشديد. دي ربنا رب يصبر اهله طبعا، وحوار مؤثر جدا جدا. كابتن خالد، رايك ايه في الحوار، ورايك ايه في الحوار ده طبعا؟ ربنا يا رب يرحمه ويجعل مثواه الجنه، يعني دي اراده ربنا، وصبر اهله. والواحد حزين جدا، لعيب كوره ملوش اي حاجه في اي حاجه يتقتل بالمنظر ده. خلود، نورتنا، وما تبعدش عن الكاميرا، انت دايما لازم تكون متالق، انت اللي حببتنا في الاعلام الرياضي، وان شاء الله نشوفك قريب باذن الله. دايما متالق كابتن خالد. ربنا يخليك يا حازم، بشكرك جدا وبتمنى لك دايما التوفيق. ربنا يخليك يا خلود. اشكرك شكرا جزيلا. اشكركم اعزائي المشاهدين، شكرا جزيلا. نشوفكم يوم السبت ان شاء الله في نفس الميعاد.